في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على أمن المواطنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالواد من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص مختصة في سرقة المركبات من خلال الاعتداء على المواطنين بالعنف والتهديد، مع استرجاع مركبتين سياحيتين محل سرقة. وقائع القضية تعود على إثر شكوى تقدم بها مواطنين مفادها التبليغ عن التعرض لسرقة مركباتهم الخاصة من طرف أشخاص مجهولي الهوية، وذلك من خلال الاعتداء عليهم بالعنف والتهديد وسرقة مركباتهم لوجهة مجهولة. على إثر ذلك وتنشيطا لعنصر الاستعلام، تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية ومكان تواجد المركبات المسروقة. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم الإحاطة بالمشتبه فيهم وتوقيفهم، مع استرجاع المركبتين المسروقتين ليتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، مع تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.